ازاي ارن سلوت اخد بطاره القديم من دييجو سيميوني بعد 4 سنين كامله؟ في 2021 يا ابو الكباتن بدات القصه من مباراه وديه لما فاينورد بقياده ارن سلوت فاز على اتلتيكو مدريد بقياده دييجو سيميوني بنتيجه 2-1. سيميوني ساعتها ابو الكباتن اتعصب جدا لدرجه انه رفض يسلم على ارن سلوت، ده كمان زقه في صدره في حركه غير اخلاقيه جدا وقدام الكاميرات كلها. ومن ساعتها ابو الكباتن والعداوه ولعت بينهم. تاني مواجهه بقى ابو الكباتن كانت في دوري ابطال اوروبا 2023، ووقتها سيميوني كسب ارن سلوت ذهابا وايابا. وقتها دييجو سيميوني طلع بتصريح وقال فيه ان ارن سلوت قال له ان احنا هنلعب تاني مع بعض خد بالك، بس وقتها النتيجه مش هتعجبك خالص. انا مش عارف ارن سلوت ده كان بيعرف الغيب ولا ايه. ويا سلام يا ابو الكباتن على سيناريوهات الكوره، تقولش سكريبت مكتوب. وفعلا يا ابو الكباتن اتقابلوا تاني، بس المره دي وارن سلوت مدرب لليفربول وفي قمه ناريه ضد اتلتيكو مدريد. ارن سلوت اخد بطاره باحسن طريقه ممكنه وفاز على دييجو سيميوني 3-2. يعني يا ابو الكباتن بعد 4 سنين كامله ردوا له القضيه. فهل يا ابو الكباتن الحرب بين سيميوني وارن سلوت انتهت ولا لسه في فصول جايه كتير؟